حسين عامر، قرار أثار ضجة كبيرة في الجزائر، توقيته أيضا سعد حسين عزيزان أيضا لتوقيته. لماذا في رأيك هذا القرار في هذا التوقيت بالذات وكأنه قياس وطنية جزائري والآخر غير جزائري؟ لا أنا ما نوافقش كي قال لك آمين تتقاس الوطنية، ولكن أنا نروح في نفس السياق. كنت حاب نتكلم على هذا الموضوع لأن اليوم للتاريخ أيضا نذكروا، لأن احنا رانا إعلاميين رياضيين نعرفوا التاريخ، ولو احنا ما كناش عايشين في هذاك الوقت. لا نيسونس تاع الفريق الوطني قبل استقلال الجزائر، لا نيسونس تاع الفريق الوطني قبل الاستقلال فريق جبهة التحرير الوطني كان في فرنسا لاعبين محترفين، هما اللي اسسوا فريق جبهة التحرير الوطني، هما اللي مشاو في 1953 الى تونس لكي يسوقوا لا كوز ناسيونال في هذه البلدان المجاوره. ايضا عملوا كثيرا باش يجمعوا الاموال ليدعموا الثوره الجزائريه. اليوم ما لازمش واحد ينكر الخير، هناك مرت فترات على المنتخب الوطني قبل الاستقلال، بعد الاستقلال، فريق الثمانينات 82 وين كنا شفنا ثمار تاع لا ريفورم سبورتيف التي اتت بثمار، اللاعب المحلي اللي كان في عاج في الوجاء تاع العطاء تاعو. وايضا كان كانوا لاعبين كمصطفى دحلب اللي كان جاء ودخل الى صفوف الجيش الوطني. ماذا تريد بهذه المقدمه؟ سامحني، هذه مقدمه تريز امبورطونت باش هنا نحو هذا المعيار وهذا المقياس تاع الوطنيه، لان كما قال لك امين، سامحني الظروف راني معاك، ليس انا في الظروف، ولكن ماناش نتكلم. شوف والله لو نحو هذا المعيار وهذا تاع الحب لان هذا حب الوطن. انا كما قال لك هنا كاين ناس اللي كل ما واش عطات لهم الجزائر ونكروا الخير، وكاين ناس اللي هنا عايشين معانا ولما تسمعهم يتكلموا على الجزائر والله تارة تقول هادو ماهوش جزائريين. ممكن يتحدثون عن منظومه وليس عن الجزائر بحد. لانه انا نجي زين عامر ولا حسين عزيزان ولا امين عزوز يقول لك انا نحب الجزائر ولكن لست راضيا على ما يحصل في الجزائر، وهذا شيء منطقي. ليس بالضروره من يرأسك في الكره او في مناطق اشياء اخرى، ليس بالضروره ان اكون راضيا. معليش انا ما قلت لك لازم تكون راضي. شوف سامحني في كلمه في الوطنيه واش حب يقول لك كونت يساجي دو لانتيري ناسيونال يعطيك الصح، ما نفضحوش امورنا مع ماشي على ما نفضحوش، ماشي. شوف كاين الجزائر، شوف كاين الجزائر كوطن كقطر، وكاين جزائريين. دوك ما عندناش نقولوا ما كاش اللي ما يغلطش، عندنا بنو ادم خطاء. دوك الجزائريين كيما راك تحكي انت مسؤول، كاين مسؤول اللي ما يكونش في المقام تاع المسؤوليه اللي تنسب اليه، راني معاك، وهذا الشيء عادي، هذا يصرى في كل بلدان. ولكن اليوم باش نتكلموا على حب الوطنيه هذه ما نظنش. باش نولوا الى الوقت الحالي، حتى اللاعبين الحاليين باش نكونوا منصفين قالوها ونعاود نقولها انا، اللاعب اللي يلبي دعوة المنتخب الوطني ويحكم لوازم تاعو ويجي الى الفريق الوطني، هذا ما تقدرش تشك في النوايا تاعو ولا تشك في وطنيته، لانه كان كنا هذا الانسان ماهوش وطن ما يجيش تماما ما يجيش الى الفريق الوطني، وعشناها مع لاعبين. ولكن كاين امور، سامحني، هي هذه الامور منين خلقت هذه الامور؟ لازم كل عفسه النصاب تاعها تعطيه له. شوف كاين امور اللاعبين هي عباك اللاعب كيما الطفل الصغير، الطفل الصغير كون ما تولف له كيما يحب كثر، كيما تزيد تعطي له كيما يحب تزيد تعطي له. هاد اللاعبين كاين اللي مع الوقت ولفوا لهم. احنا كي بدينا واحد الايام وين رحنا، ما نقولكش جبنا لاعبين، لان اليوم الناس ما لازمش تغلط. كاين كلام يقول لك تجنيس اللاعبين، لا المانيا ولا تونس لما جنسوا لاعبين عندهم حتى جنسيه تاع الوطن، هذاك جنسوا برازيليين، هذاك باينه ما تقدرش تقولوا هذاك مباشره هذا قرار. ولكن هذا القرار اليوم القرار هذا شو مقبل باش نولي القرار تاع الفف، لان ليا خاطئ خاطئ 100%. ولكن اليوم هاد اللاعبين كيفاش باش جا هذا القرار؟ لان شافوا ان هاد اللاعبين تلموا ولفوا في وقت سابق نعملوا لهم اشياء. اليوم انا واش نقول؟ اليوم لو كانت الفاف منصفه واش كانت تدير؟ ما ديرش قرار تاع حب الوطن والالتزام، لان الالتزام للجميع محلي لان ليس مغتربين. اليوم اسلام سليماني وسوداني محترفين ولكن راحوا مشاو من الجزائر، كاين لاعبين عاد حليش، كاين عده لاعبين مشاو من الجزائر. ولكن اليوم لو تريتمون فافور وين ماشي مليح، لما تمشي الى المغتربين وتقعد مع عائلتهم وتلبي كل دعوات، ايضا لازم تلبي دعوات المحليين. ولكن باش تتكلم
سأعود إليك أمين عزوز. نعم كلمة يعني ولكن كما قال لك أمين باش تمشي يعني ودير هذا الكومونيكي هنا حتى يعني اليوم دليل أن حتى ماشي غير يحرج يعني راك تبين للناس حتى الناخب الوطني ما عندوش لي بلان بوفوار. سأعود إلى هذه النقطة خاصة بالنسبة لي. سأعطيك لأنه حتى أقسم الوقت. حسين عزيزان، البعض يعتبر هذا القرار عنصريا، لأنك لما تقول المغتربين لازم تكون التزام حقيقي مع الجزائر، وكأنه هنا اللي في الجزائر يحبوا وطنهم، اللي خارج الجزائر ما يحبش وطنه، وبالتالي ممكن أن تكون يا اتحاد جزائري كرة القدم أنت عنصري، هكذا يقول البعض. والله انا تفاجأت كما رام خوتي لا ميم شوز، مي انا جو بونس هذا سي اون ايرور باسكو لوجيكمون هذه الحاجه ميم كي تندار داخليا وما تكونش علنيا. نقول لك علاش. ديجا لا بروف كو الناس كاع راهي محيره على الشيء هذايا. لا لوجيك ما كاش اللي يشك في الوطنيه تاع الجزائري. جزائري وين يكون جزائري، تبقى امور كما نقولوا تاع مفاهمه ولا هذيك امور يعني وضر عليها زين. كاين عباد بالك من قبل كانوا يدوا حوايج وكذا، هذه امور يعني تبقى دائما في خبايا اسرار كره القدم الجزائريه. اما امور واحده اخرى واحد ما يشكش في اي جزائري اللي كما نقولوا حنايا في خاصه في الشخصيه ديالو. نعم. جو بونس انا هذه الحاجه نقدر نقولها واش حبيت نقول. كملت حسين؟ لا سأعطيك امين عزوز، سأعطيك تفضل. علاش في هذا الوقت حبيت نطرح سؤال، علاش هذا الكومينيكي جات في هذا الوقت هذا ما كان هذا اللي خلاه يعني توقيت غريب. زين عامر توقيت غريب صح؟ لا شوف نقول لك علاش. سامايطوني باسكو الفريق الوطني راه منهار، يعني منهار نقولوا اعلاميا تقنيا كل حاجه راه منهار. علاش نزيدوا نوتر شوز اللي نزيدوا نكملوا على نقول لك علاش الوقت الحالي هي خرجت عوار يعني بعد ان كثر الكلام على لاعب ليون يعني عوار اللي طرحوا له السؤال هل ياتي للفريق الوطني ولا كاين ايضا لاعب برشيش اللي يلعب في اسبانيا. يعني هاد اللاعبين يعني طرحوا لهم يعني الاشكال هل يلتحقوا بالفريق الوطني، هما ما عطاوش يعني اجابه. ولذلك نظن ان سكون ابل فرونسي دي غارد فو لا فيدراسيون دار دي غارد فو اللي يعني من درك يعني باش تعلم هاد اللاعبين وتعلم ايضا. ولكن كما قال لك حسين هاد الاشياء ينطبق الشيء على شوف نقول لك عفسه محمد امين زماموش ايضا رفض قال ما نعاوش نرجع للمنتخب، يعني هو ليس وطني هكذا تريد القول؟ محمد امين زماموش ماشي رفض المنتخب، ولكن محمد امين زماموش اعترض يعني لاحق راه نقول لك عيناني امين زماموش. لماذا؟ لان في الوقت وين كان حتى انا نقولها لك بصريح العباره والله ما الاخر ما شوف شاوشي نهار كان مليح ما عيطولوش حتى دوك شغل حسينا في المنتخب يعني دوك في الوقت الحالي ولات شعبويه. امين زماموش بصريح العباره قال لي الماناجر العام حكيم مدان قال له يعني انايا في الوقت الحالي اذا تقعد الامور كما كانت قبل قال له انا ما نجيش باش نجي الفريق الوطني. رفضوا جوستومون انا اتحدث عن هذه النقطه، يعني رفضوا تحسبها غير وطنيه. لماذا لا نحسب الا على المغتربين لخارج الجزائر؟ لماذا هذا القرار الحكم الى المغتربين؟ يا حكيم ترك لا سامحني دوكا انا نحبسك. ما تقوليش راك حنا ماناش حاسبين بالمغتربين ماهوش وطني. ما تقولش انا اتحدث عن القرار. لا القرار انا اتحدث عن القرار. اذا كنت انت توافقهم فانت معهم، اذا كنت انت توافقهم فانت معهم. زين عماد نعم انا ساتي اليك نعم انا مزيان كنت قاعد نهار الجمعه في هذه البلاصه مع ياسين هكذا وتكلمت على هذا القرار قلت قرار خاطئ والفيدراليه خاطئه ماشي 100% لان هذا القرار ما كانش لازم حتى الفيدراليه حتى انا يعني جي كومباري هذا القرار بواش جرى في فرنسا في لو سيستيم دي كوطا اللي داروا بلاكار ولورون بلون الناخب الوطني الفرنسي في هذاك الوقت. وقلت باللي هذاك الوقت في فرنسا دارت ضجه لان هما ما كانوش يسنوا ان قرار يعني تاع مكتب فيدرالي يخرج الى الشارع. اليوم هذا القرار ولو تكلموا على هذه الاشياء داخليا كانوا ما يتكلموش بهذا يعني بهذه العباره، ما يقولوش ان لازم اللاعب يدير التزام تاع الوطنيه ولا اخر. تقدر تقول اليوم يعني صح وواحد ما يكذبش مروا على المنتخب الوطني لاعبين محدودين جدا وعندنا خير منهم 1000 بمرة. هذه النقطة الثانية. أنا أتحدث عن النقطة الأولى على الوطنية ما عندك. شوف أنا أتحدث عن النقطة الأولى. ما عنده حتى واحد يعني ان دروا باش يدير هذا الشيء. لماذا؟ لأن شوف مم حتى في الجزائر أنا نفكرك ونفكر حتى المشاهدين صاروا قرارات أخرى حتى إذا تذكروا الرابطة أنا نفكرك لأن الناس تنسى. إذا تذكر لما شبيبة القبائل إذا تذكر يعني في وقت وين الله يتي سسبوندي بعد موت
اللاعب يبوسي. نعم. لما دارت انترديكسيون يعني لي سيبورتور تاعها باش يديبلاسيو، عباك بلي النهار راحوا واحد المره ل20 اوت باش يشوفوا المباراه مع الناس، كانوا يعني مع باش شكون ما خلاولهمش حتى لا دخلوا تسمى جزائري انت دير له انترديكسيون، الاخر في بلادو انتردي في بلادو يديبلاسا. وين على بالك شكون هذا يدي سيبورتين؟ شوف هذا شيء اخر، هاد القرارات شوف تاع الوطنيه. شوف سامحني، شوف ما كان لا مقياس لا في الوطنيه، لا شوف يكون مغترب ولا يكون عايش هنا. شوف ما تقدرش تقول له ان جوار ولا حتى انديفيدو تقول له دير لي اون ديكلاراسيون سور، ولكنك انت تحوس على مبررات. ما نحوس كيف المفروض على خلفيه لاعبين انا شوف انا نجيك من الاخر. شوف ما كان لا هاد الاخر مبررات. انا ما راني لا بورت بارول تاع الفاف لا دار الفاف. قلت لك الفاف لا كيف انت راك تجوزها حاجه اخرى. الفاف هذا القرار غلطه 100%. جميل. هل هذا القرار عنصريا؟ سامحني اعطيتني نقطه